فيلمنا النهارده هو واحد من اكتر الافلام المميزه والغريبه بالنسبه لي على الصعيد الشخصي، لانه بيحكي قصه بطل طيار بيحاول ينقذ حبيبته اللي اتخطفت بمساعده دبدوب لعبه. الفيلم ده مليء بالاكشن والاثاره والمشاهد الملحميه، فانصحك تتفرج عليه للنهايه عشان متاكد انه هيعجبك عزيزي المشاهد. بيبدا الفيلم بزعيم عصابه كبير في هونج كونج، وابن الزعيم ده بيكون عنده مرض خطير، والطبيب اللي بيعالج ابنه بيقول له احنا محتاجين نعمل عمليه نقل قلب بسرعه لابنك يا باشا. العمليه دي بتتعمل بشكل غير شرعي، والوحيد اللي يقدر يعملها هو دكتور تاني اسمه أرجون كومار، والدكتور ده عنده مستشفى منعزلة في الصين وبيعمل فيها كل العمليات المشبوهة. بنروح للدكتور وهو بيعمل عملية لأحد المرضى، فبيسيب العملية من نصها وبيخرج عشان يشرب قهوة، وده بيعرفنا قد ايه هو دكتور فاسد وما عندوش أي ذرة ضمير. واللي بيثبت ده أكتر إنه بيخرج لوالد المريضة اللي بيستغرب هو ازاي ساب العملية وخرج، وبيقرر يبتز وبيقول له أنا عاوز فلوس زيادة لأن حالة بنت خطيرة. بيجي عمها يرفع السلاح عليه وأرجون مش بيكون همه ولا فريله. الممرضة وهي جوه بتنادي على الدكتور وبتقول له الحالة بتسوء يا فندم الحانة، وبدوره بيكمل كلامه وبيطلب من ابو المريضة واللي بيكون رجل عصابة برضه حوالي 20 مليون زيادة، وبنفهم انه بيعمل عمليات نقل القلب والكلى والاعضاء. والوضع بيكون انه بيخطف الضحايا اللي بياخد منهم اعضائهم وبيديها لابناء رجال العصابات او الاغنياء لانهم بيدفعوا فلوس كتيرة فحت. بعد ما بيخلص العملية بينزل بيلاقي رجل العصابة الكبير مستني مع رجالته، لما بيشوفه بيقول له اكبر تاجر مخدرات في هونج كونج اكيد جاي عاوز قلب لابنه، وبيطلب منه 100 مليون دولار مقابل العملية اللي هيعملها لابنه، وده لان ابنه فاصلة دمه نادرة وهيتعب شوية على ما يلاقي نفس القلب. وزعيم العصابة بيقول له انا هديك اللي انت عاوزه، ولكن لو العملية ما نجحتش انا هولع فيك انت والمستشفى بتاعتك. نشوف ارجون هو مع رجالته بعد كده، واحد منهم بيعترض عشان بيبحثوا عن نفس فصيلة الدم في الهند، فارجون بيقول لهم عدد سكان الهند كتير جدا والدولة مش بتحس بالناس اللي بتختفي، ده بالاضافة لاننا ممكن نلاقي الشخص اللي بندور عليه بسهولة. بيعرفوا انه مش مجرد طبيب وانما جزار. في الوقت ده الهاكر بيقول له لقينا واحدة فاصلة دمها تسمع بناء الدم يا فندم، وبدوره بيفرح بيقول له الكلام ده تمام وزي الفل. بنروح بعد كده لبالافي اللي امها بتتصل بيها وبتقول لها اتاخرت ليه يا بنتي العريس جاي النهارده، فبتقول لها انا مش هقدر اجي يا ماما، انا هروح للشخص اللي بحبه وهعرفه اني بحبه، حتى لو هو مش بيحبني لازم اعترف له بمشاعري ناحيته. سامحيني يا ماما وبوعدك اني بكره صباحا باكرا هاجي البيت. وبنشوف ان بالافي معاها دبدوب تيدي وهي قاعده في الاتوبيس. بنرجع فلاش باك لاول مره بالافي اتعرفت فيها على حبيبها، وبنشوف انها شغاله في برج مراقبه بتاع مطارات، وشغلتها انها بتساعد الطيارين يهبطوا بالطائرات بتاعتهم في المطار بامان وسلام. بنروح بعد كده للطيار ايديتا ملك الشياكه والجنتله والاخلاق والمكارم كلها مشتاقه لك. بيتواصل مع برج المراقبه، بترد عليه بالافي اللي بتكون خايفه ومش عارفه تتكلم ومتوتره، فبيهديها بقول لها ركزي معايا وحافظي على هدوئك. بيسالها في طياره بتهبط معانا في نفس الوقت، وبدورها بتقول له ايوه. بيطلب منها بعض الاحداثيات والمعلومات وهي بتعرفها له، وبيقدر انه يهبط بسلام وامان بالركاب، وهو وبالافي بيفرحوا جدا. بالافي بتقرر انها تشكر الكابتن ايديتا على طريقه تعامله معها، فبتروح تستناه عند السلم، بتفتكره واحد تاني فبتتصدم، ولكن بيظهر الكابتن ايديتا الشياكه والفخامه والاناقه. وللعلم ايديتا ده مش مجرد طيار، هو مقاتل شرس من طراز عالي جدا، وهتشوف ده معانا خلال الفيلم عزيزي المشاهد الناري. فلو وصلت لحد هنا دوس لايك واشترك في القناه وعرفني في الكومنتات. وبكده بينتهي الفصل الاول من الفيلم، وبنعرف ان الكابتن ايديتا هو اللي بعت الدب هديه لبالافي، اللي لما بتشوف ساره المضيفه معاها بتشعر بالغيره. بالافي بتتكلم مع صاحبته وبتقول ان الكابتن ايديتا مؤدب وجنتل بدرجه غير عاديه، وبدوره بيقول للمساعد بتاعه انا حاسس ان البنت دي مختلفه عن اي بنت عرفتها. بتمر الايام بحبه منتج زي الفل، وبنشوف ان الاعجاب زاد والعلاقه توطدت. بحب اقول لك ان الاعجاب حصل من غير ما الاثنين يشوفوا بعض عزيزي المشاهد، هما بس كانوا بيتواصلوا عن طريق الراديو. بنرجع تاني للحاضر، بيكون في رجاله عصابه موجودين في الاتوبيس مع بالافي، بيحنوها بحونه مخدره وبيتحججوا انها تعبت فجاه ولازم ينقلوا للاسعاف. بياخدوا الدبدوب تدي معاها وبنشوفها بتلمسه وماسكاه وهي نايمه، بتفضل ماسكاه بايدها حتى وهم بينقلوها للمستشفى، لحد ما الممرضه الفاسده بترميها على الارض. بالافي بتفوق في المستشفى وبتحاول انها تقوم تمشي، لكن الممرضه بتمسكها وبترميها على الارض، وبيجي اتنين يمسكوها عشان تضربها الممرضه وتخليها يغمى عليها، بينما تدي الدبدوب في عامل بيرميه بره المستشفى على الارض. وبالافي بينجحوا انهم يحقنوها بمخدر، ولكن لسوء حظهم بتفقد الوعي تماما ونبضها بيقف. الممرضه اللي ما عندهاش ضمير بتمسك جهاز الصدمات الكهربائيه وبتفضل تصدمها بيه، وبالافي بترجع للحياه وبتموت تاني، وللاسف بتفقد الوعي تماما وجهاز النبض بيفصل خالص، ولكنه بيرجع يشتغل وبنشوف انها لسه على قيد الحياه. لكن الغريب اكتر واكتر ان روحها رجعت في جسم الدبدوب مش في جسمها هي. ومعلش عزيزي المشاهد اصبر معايا، المقدمه كانت طويله شويه، لكن من هنا هيبدا الحماس والاثاره. بالافي وهي في جسم الدبدوب بتشوف
عصابه هم بينقلوها من المستشفى في عربيه الاسعاف. بتسال نفسها هم مين واخدني على فين، وهي بتتمشى بتشوف ولد صغير بيلعب. بتستغرب ان الولد ما تصدمش انها دبدوب وبيتكلم معاها عادي جدا. وبدور بيقول لها انا شفت افلام كتير وعارفك يا تيدي انت دبدوب مشهور. بيسالها ما تعرفيش رقم حد ممكن يساعدك؟ فبتقول له انا اعرف عنوان بس، فعايزك تطلب اني اتشحن للعنوان اللي هقوله لك دلوقتي. وبتعرف ان اسمه تشيتو. بتودعه. على جانب تاني بنشوف الكابتن ايديتا بيمرن ساره على الطيران. ساره اللي بتكون متوتره ومش عارفه تهبط بالطائره وبتطلب مساعدته، لكنه بيكون سايبها تتعامل لوحدها. ساره بتصطدم بالارض وبنعرف ان ده كان مجرد تدريب محاكاه واقعيه. بعد كده هما بيتماشوا مع بعض. بتقول عاوزك تمرني على طياره حقيقيه. بدور بيقول لها انا عندي حياه الناس اهم من اي حاجه، انا دوري اني احافظ على حياه 200 شخص في كل رحله، ومستحيل اتهاون في الوظيفه بتاعتي ومسؤوليتها. وفي الوقت ده بيظهر عمه ابو دم خفيف وبياخده عشان يروحوا مع بعض. على جانب تاني عامل التوصيل بيوصل للمكان المحدد، وبيتخض لما بيشوف بلافي بتتكلم في جسم الدبدوب، فبيخاف وبيسيبه ويمشي. بلافي بتلاقي كلاب بلدي في وشها فبتخاف وبتحاول تهرب منهم. وهنا بيظهر الكابتن ايديتا عشان ينقذها من الكلاب بكل وسامه وهي مش مصدقه نفسها وبتفتكر ذكرياتهم الحلوه. بلافي بتقول له عاوز اكلمك في موضوع، وهو عشان سكران مدريان بيفتكر نفسه بيهلوس هو عمه ومش بيحطه في دماغهم. ولما بينزلوا بالعربيه ايديتا وعمه بيفضلوا يهزروا مع بعض وبعدين بيسيبوها بيدخلوا البيت. بتدخل وراهم وبتطلع لايديتا بتقول له انا عاوزك تساعدني، انت زي مش فاكرني، انت اديتني هديه البنت كنت معجب بيها. وعمه بيقول لها ايديتا بيدي الدبدوب ده هديه لكل البنات اللي اتعرف عليهم. وايديتا بدوره بيعرفها ان البنات بيحبوا الدباديب عشان كده بيستخدموا عشان يوقعهم في حبه. بنرجع فلاش باك تاني بنشوف ان ذات ليله ايديتا هو بيهبط بالطياره طلب من بلافي انه يشرب مع قهوه. وفي الرحله دي ايديتا كان محمل رحله اطفال، بيكون على وشك انه يهبط بالطياره خلاص ومستني الاحداثيات من بلافي، ولكن زميلتها الحامل بتتزحلق فبتضطر انها تجري تلحقها. ايديتا بيفضل ينادي على بلافي عشان تقول له الاحداثيات ولكنها مش بتكون موجوده. ايديتا بيقول ردي عليا يا بلافي عشان كده هنصطدم بطياره تانية، وبرضه مش بترد عليه. وبكده حياه كل الركاب هتكون في خطر مهدده. اخيرا بيجي ناس يساعدوا بلافي فبتقوم جري تلحق ايديتا وتعرفوا الاحداثيات. قالت له في طياره بتهبط في نفس الوقت معاك، لازم تكمل طيران بالطياره او هتنزل دلوقتي. وبتعزل ان باللي حصل ده ممكن تترفد من وظيفتها. وايديتا بدور بيقول لها عاوزك تفضلي فاكره ان مهما كانت الظروف انا عمري ما اتخلى عنك وده وعد مني يا بلافي. وبينجح في اللحظه الاخيره انه يفادي الطياره وينقذ كل الاطفال والركاب، بينما بلافي بتحزن جدا وبتشعر بالذنب. ثاني يوم بلافي بتشوف ايديتا وهو قاعد مع وكلاء شركه الطيران وبيعرفوا انهم هيفصلوا من شغله لانه اوشك يتسبب في نهايه حياه الاطفال. وبدور بيقول لهم ازاي تجرؤوا على كده، لو كان اي حد غيري هو اللي سايق الطياره كان زمانه متسبب في كارثه. وايديتا بيغضب بينما بلافي بتشعر بذنب كبير قوي تجاه اللي حصل لحب عمرها. نرجع للحاضر وهي في جسم تيدي بتقول الولد الصغير انها ما قابلتش ايديتا وش لوش قبل كده وكانوا بيتكلموا عن طريق الراديو بس. بتتكلم حبه كلام زي الفل مع تشيتو الصغير، وبعدين بيعرفها ان قلبه لا يعمل بشكل جيد بدون جهاز تنظيم ضربات القلب، عشان كده اهله عملوا اعلان عشان يلاقوا متبرع لي بالقلب. بينصحها انها تروح لايديتا وتطلب منه المساعده وتشرح له كل حاجه، وهي بتفتكر ان ايديتا وعدها قبل كده انه هيساعدها مهما كانت الظروف. على جانب تاني بنروح لظابط من الانتربول وهو بيصور رجاله ارجون وبيراقبهم، وطبعا الرجاله بيكونوا بينقلوا جثه بلافي. عزيزي المشاهد ركز معايا عشان الاكشن هيبدا خلاص. بالفعل بينجحوا انهم يوصلوا بلافي للمستشفى وبيتصلوا بالدكتور يعرفوه ان المريضه وصلت، وكمان وضعوا لها قناع الفنتالين. الظابط اللي بيتعقب الدكتور بيكون قاعد لوحده، والدكتور بيروح له لحد عنده وهو مش خايف، يقول له في العاده انا كنت بدي الناس اللي زيك فرصه انهم ياخدوا فلوس او ينسحبوا، ولكن الفرصه الوحيده اللي هديها لك هي انك ما تحاولش تعمل ضجه وانا بخلص عليك. تبدا بينهم معركه الدكتور بيشرح الظابط بالمشرط بتاعه فيها وبيقدر انه يخلص عليه بسهوله جدا. على جانب تاني بلافي بتصحي ايديتا وهي في جسم تيدي، وديتا بينادي على عمه عشان يجي يشوف ان في دبدوب بيتكلم وبيكون فاكر نفسه لسه سكران. بلافي بتقول لهم اسكتوا عشان اعرف اشرح لكم. بعد كده بنشوفهم في العربيه مع بعض وهم خلاص فهموا اللي حصل لبلافي، وبيروحوا لعرافه عشان تشرح لهم الحاله بتاعتها. بتقول لهم عادي جدا ده ممكن يحصل ان الروح تتنقل لجسم تاني وده اسمه الاسقاط النجمي. بعد كده بيروحوا للراب بيقول لهم معلومه في غايه الخطوره، وهي انه روح بلافي لما ترجع لجسمها الحقيقي تاني هتنسى حياتها اللي كانت في الدبدوب تبدي، وكمان كل ذكرياتها تتحذف من راسها. بيخرجوا من عند الراهب بيروحوا البيت بلافي، وهناك واحد بيقول لهم انها ماتت خلاص واهلها بيدفنوها دلوقتي. ولما بيوصلوا للمقابر بيشوفوا ابوها وامها وهم حزينين عليها وقلبهم مفتور، وده بيأثر في ايديتا وبيشعر بالمسؤوليه تجاههم وتجاه تيدي. وبيفتكر كلام الراجل اللي قاله انهم ما قدروش يتعرفوا عليها لان تم العثور على جثتها محروقه وملهاش ملامح في احد الاماكن. على جانب تاني عم ايديتا بيقول لبلافي انا عارف انك انت البنت اللي كانت بيشتغل في برج المراقبه. وبنرجع فلاش باك وبنشوفها بتقول له انا
حاسس بالذنب تجاه اللي حاصل لإيديتا يا عمو. نرجع تاني للحاضر والعم بيقول لها انا متاكد ان إيديتا هيساعدك، وتاكدي اني هكون حريص اني اخفي هويتك الحقيقيه عنه. إيديتا بيجي يقعد جنبها وبيقول لها اوعدك اني هنقذك لو انت لسه حي بالفعل. انا عملت كل حاجه غلط في حياتي بس عمري ما تخليت عن شخص لجالي عشان اساعده او طلب مني مطلوب. وعد مني اني هلاقي جسمك الحقيقي. بيبدا بالاسم وبيسال هناك، ولكن الضابط بيقول له اهرب من هنا وروح اسال في المشرحه يا ولد. وكلهم بيقعدوا مع بعض بيحاولوا يفكروا. إيديتا بيقول لحل قضيه معقده زي دي لازم نتبع التسلسل ونعرف اول مكان كانت فيه بلافي. وبتمر الايام وهم بيحاولوا محاوله ورا الثانيه، وبيروحوا لاكتر من مكان عشان يلاقوا طرف خيط يوصلهم لاي حاجه، لحد ما فيهم بيقابل راجل بيعرفوا معلومات في غايه الخطوره، وهي ان في جماعه بتاخد جثث المخطوفين، ولو قدر يتتبعهم ويوصل لطرف خيط ممكن يوصل لمعلومه. وذات يوم هم قاعدين مع بعض بيوصل جواب عوده إيديتا للعمل، ولكنه بيقول لي تيدي انا مش هرجع لشغلي غير لما اساعدك الاول. بيصعب الامور اكتر لما بيوصل اتصال لتيدي الدبدوب من الطفل تشيتو، وبتكون امه بتقول لي تيدي انا ما لقيتش غير رقمك، انت الوحيده اللي مدرجه كصديقه لتشيتو، عاوزه اعرفك ان حياه ابن انتهت، لو حابه تيجي تلقى عليه السلام الاخير تعالي. ودلوقتي دوس لايك معايا وعاوز افهمك حاجه الاول عزيزي المشاهد الناري، وهي ان إيديتا ما يعرفش ان البنت اللي روحها في جسم الدبدوب تيدي هي بلافي اللي طلب يشرب معاه قهوه، وده لان بلافي كانت بتتكلم معاه باسم مستعار تبع شغلها، وبالتالي تيدي بالنسبه له هو الشخصيه اللي بيتعامل معاها. فلما اقول لك تيدي اعرف اني اقصد الدبدوب اللي في روح بلافي. المهم انهم بيروحوا لعزة تشيتو، وهناك إيديتا بيسمع الاب وهو بيقول انهم قالوا لي ان ابني توفى في حادث وحتى ما رضيوش يخلوني ابص على وشه. وهنا بيجمع اللي بيحصل وبيبدا يفهم الموضوع. بيقول لعمه اكيد مش مصادفه ان اهل بلافي ما شافوهاش، وكمان اهل تشيتو ما سمحوش ليهم انهم يشوفوه، اكيد في حاجه مشتركه يا عمي. وبيطلب من تيدي انه يفتكر اي طرف خيط او اي معلومه عن تشيتو، وبعد عده محاولات بتفتكر تشيتو لما كلمها عن جهاز التنفس، وعشان كده بيقرروا انهم يروحوا المستشفى مع بعض عشان يشوفوا اي تصرف غير طبيعي من قبل الممرضات هناك. وبالفعل بتيجي الممرضه الفاسده بتشيل تيدي وبعدين بترميه على الارض. بتتصل بواحد اسمه الدكتور ريدي وبتساله هو انت وضعت جهاز تنظيم ضربات القلب في جسم تشيتو المزيف؟ وبيقول لها انا مش فاكر. وبيطلب منها تدخل عن نظام وتحذف المعلومات الخاصه بالعمليه. تيدي بتتصل بإيديتا وبتعرفوا ان الدكتور ريدي له علاقه بالموضوع، وحتى العم بيقوم عشان يروح يمسك الدكتور ريدي. العم بيدخل غرفه العمليات عشان يمسك الدكتور ريدي، وهناك بيتفاجأ ان كل الدكاتره اسمهم الدكتور ريدي. إيديتا بيجي المستشفى عشان ينقذ تيدي، ورجال الامن بيحاولوا يوقفوه لكنه بيمسك اول واحد يضربه ويحبسه في الاوضه، وبدور معركه بينه وبين الاثنين التانيين. وبنشوف انه مقاتل شرس وقوي جدا، بيتخطاهم وبيروح للاوضه اللي فيها الدكاتره، وبيتفاجأ هو كمان ان كل الدكاتره اسمهم ريدي، وبيلاقي طريقه يعرفوا بيها وهي انه يرن على رقم الدكتور. وبتساعده تيدي عن طريق انها بتلاقي صوره الدكتور مع الممرضه. بياخدوا الدكتور ريدي وبيحطوه في العربيه، لكنه بيبعت انذار لمكان دكتور ارجون، وواحد من رجالته بيروح يبلغوا ان في هجوم حصل على المستشفى. وخطه ديتي بتكون انهم هيحطوا الدبدوب تيدي في الصندوق اللي المفروض يحطوا فيه تشيتو ويبعتوه لمستشفى دكتور ارجون. على جانب تاني دكتور ريدي بيشاور لإيديتا على مكان الحاويه اللي المفروض هيبعتوا فيها تشيتو، ولكنه بيخدعوا لانه بلغ العصابه وعملوا له فخ وبعتوا له ناس بموتوسيكلات بيخبطوه بيطيروا بعيد. بعدين بتدور معركه بينهم وإيديتا بيحاول انه يقاوم، بيصد موتوسيكل وبعدين بيطير على واحد تاني بيدله بقلب البوكس يخليه صابونه لوكس، وبعدين بيوقع التاني من على الموتوسيكل بيخلص عليهم. وتيدي بتتصل بيه بتقول له انا فوق وشايفه كل الحاويات، ومنهم بتكون حاويه المنقولات البارده، فبيطلب منها انها تروح تدور فيها على تشيتو. في الوقت ده بيجي له رجاله عصابه تانيين وبتحصل بينهم معركه، وبينجح انه يقاومهم كما هي العاده وبيظهر لهم قوته الناريه. بيقدر انه يوقع الشخص الاخير من على الموتوسيكل بطريقه هنديه فتاكه. على جانب تاني تيدي بتتحبس في حاويه والعصابه بياخدوه بالغلط، وإيديتا والعم بيلاقوا تشيتو سليم والعصابه سايباه. تيدي بتتصل بإيديتا بتقول له انا بدلت الملصقات من على الحاويات، والعصابه اخدوا الحاويه اللي انا فيها بدل الحاويه بتاعت تشيتو. إيديتا بيحاول يعرف من تيدي هم بينقلوا الحاويه عن طريق البحر ولا الجو. وبنروح للدكتور ارجون وبنشوفه بيقول للمساعد بتاعه غيروا المسار وانقلوا الشحنه عن طريق الجو، بيستنتجوا انهم هينقلوا الشحنه لهونج في الصين. وطبعا ده المكان بتاع الدكتور ارجون عزيزي المشاهد الناري. اوه ركز معايا. بتقطع الاتصال بين إيديتا وتيدي، وإيديتا بيقرر انه مش هيسيب الدبدوب اللي لجاه له عشان يساعده. على جانب تاني بنشوف الدكتور وهو بيجهز ابن رجل العصابه عشان يدخل عمليات. وفي الصين رجال العصابه بيتفاجئوا ان الموجود في الصندوق هو دبدوب مش الطفل تشيتو. بنرجع تاني لإيديتا وهو بيقول لصديق لي انا عاوزك تساعدني يا صاحبي، انا قدرت اوصل لعصابه بتتاجر في الاعضاء وبتخطف الناس، وكمان بيهربوا كميات كبيره جدا من مخدر الفنتالين برا البلد، وبالتالي محتاجك تساعدني تلاقي لي طياره اروح بيها الصين. وعلى جانب تاني في المستشفى العمليه بتكون على وشك انها تبدا خلاص، وبكده بلافي ممكن تموت للابد. وتيدي لما بتسمع رجاله
العصابة بيقولوا طالما الدكتور مش بيرد يبقى العملية بتبدأ. بتقرر انها تروح تصلي وتدعي ربنا انه يساعدها وينقذها. بالفعل ابن رجل العصابة بتجيله تشنجات غريبة، ودكتور التخدير بيطلع للدكتور ارجون بيعرفوا ان حالة المريض حرجة جدا وما ينفعش يبدأوا العملية دلوقتي ولازم يأجلوها شوية والا حياته هتكون في خطر. وارجون بيقول له قدامك 48 ساعة تكون مجهز للمريض. بيجي المساعد بتاع الدكتور ارجون بيقول له الشحنة وصلت يا باشا بس ما لقيناش فيها تشيتو، احنا لقينا دبدوبه مع الموبايل ده. الدكتور بيتصل بالرقم الموجود عليه اللي بيكون إيديتا، بيقول له انصحك ايا كنت انت مين انك تشيل الموضوع اللي انت حاطه ده من دماغك وتنسى القضية نهائي، وقدامك 10 ثواني عشان تقفل والا هدور عليك لحد ما اجيبك وهخلص عليك. بالفعل إيديتا بيقفل الخط والدكتور بيطمن، ولكن إيديتا بيكون عنده خطة ذكية بيعملها بمساعدة سارة وزمايله في شركة الطيران. بيخلي سارة تتصل برجل العصابة تعرفوا ان شحنة الفنتالين معاه في الهند ولازم هي توصلها له بنفسها مع الطيار الموقوف عن العمل لانه عايز يعرفهم الشروط بتاعتهم بنفسه. وطبعا بيكون معاهم السيد علي اللي شفناها قبل كده في فيلم لايجر، ولو ما شفتش ملخص لايجر لحد دلوقتي انا مش عارف اقول لك بصراحة عزيزي المشاهد الناري، فلو سمحت خلص الفيلم ده وروح شوفه حالا مالا فعلا. بالفعل إيديتا بيتحرك مع سارة وعلي، وسارة بتقول له انا مستعدة اعمل اي حاجة عشانك. على الجانب التاني بلافي اللي في جسم تيدي بتتمشى في الشوارع ومستمتعة بوقتها على الاخر. إيديتا بيوصل المطار ورجل العصابة بيتصل بيهم بيعرفهم انه مش مسؤول لو هم اتقبض عليهم. الشرطة الصينية بتوقفهم عشان شاكين في الكراتين اللي معاهم يكون فيها فنتالين، ولكن إيديتا بيكون سابهم بخطوة وعمل خطة ذكية وقدر انه يهرب الفنتالين عن طريق صندوق الزبالة ووصلوا للعصابة بنجاح. بيخرج من المطار ورجل العصابة بيكلمه بيقول له شكرا ليك انك عرفتنا طريقة جديدة للتهريب وكده احنا مش محتاجين لك في اي حاجة. تيدي بتتصل بإيديتا ولما بتشوف رجل من رجال العصابة في المكان بتقفل وبتهرب، ولما إيديتا بيراجع الرقم بيقدر يحدد مكانها. بنروح لتيدي وهي بتحاول تسمع رجالة العصابة بيقولوا ايه، بيقولوا جملة غريبة بالصيني بيشوفوها وبتهرب منهم. بتركب مركب في المية وبتفضل تتحرك من مكان للتاني وبرضه رجالة العصابة بيفضلوا وراها مش بيسيبوها. في الوقت ده إيديتا بيوصل المكان مع سارة وعلي، بينما بلافي اللي في جسم تيدي بتتحاصر من العصابة، ولحسن حظها بيظهر علي وبيكون هو منقذها المرة دي مش إيديتا. وعلي بيدخل في معركة شرسة مع رجالة العصابة وبنشوف ان هو كمان مقاتل بارع. بتخلص المعركة وهنا بيظهر إيديتا، ولما بلافي بتشوفه وشها بيطلع علوب، لكنها لما بتشوف سارة بتحس بالغيرة وبتفضل تقول هي ليه البنت الجميلة دي بتظهر كل شوية. بتمسك عصاية وبتخبطها يغمى عليها. بعد كده كلهم بيكونوا قاعدين مع بعض وتيدي بتحاول انها تفتكر رجالة العصابة كانوا بيقولوا ايه، تفضل تكرر في الجملة وتعيدها ومش بيعرفوا يترجموها، وده لان رجالة العصابة كانوا بيتكلموا بالصيني حتى لما بيخليها تقول الكلمة الجوجل الاخير بيترجمها غلط. سارة بتصحى من النوم وبتسمع تيدي وهي بتقول الجملة وبتطلع بتفهم صيني، وبتعرفوا من الجملة دي هي المكان اللي هيتم تسليم شحنة الفنتالين فيه. بتعرفهم كمان انهم ما ينفعش يروحوا للمكان ده الا بلبس فورمال وشياكة واناقة. بالفعل بنشوف سارة وهي بتلبس فستان وتيدي واقفة بتحقد عليها لأبعد الحدود، وبتغير اكتر لما بتشوف إيديتا واقف مع سارة وإيديتا بيشدوا على الحفلة، بينما تيدي بتقعد مع سيد علي والاخير بيقول لها في سلاح جوه البتاعة دي انما ايه حكاية فتاكة بنت لذينة. على جانب تاني إيديتا بيدخل الحفلة مع سارة والمفروض انهم يحاولوا يوصلوا لراجل العصابة المطلوب، وكمان تيدي بتكون موجودة هناك وبتبص على إيديتا وسارة وهما بيرقصوا مع بعض وبتشعر بالغيرة وبتكون هتولع خالص. إيديتا بتجيله فكرة ذكية جهنمية فهلوانية وهي انه يروح لبتاع الدي جي عشان يوصل موبايله بالسماعات، ولما يعمل كده ويتصل برجل العصابة هيقدر انه يحدد مكانه بسهولة. وبالفعل هذا ما قد حدث ورجالة العصابة بيقفوا قدامه بسلاح بطريقة ذكية بيحدف عليهم ازازة بيرة وبيفجرها بالمسدس، وبتبدأ معركة شرسة بشكل اكبر بكتير من كل المعارك اللي فاتت. ولو وصلت لحد هنا عرفني لانك كده احسن متابع في العالم حبيبي المشاهد الناري. إيديتا بيواجه رجالة العصابات بالمسدسات وبالايدي وبيكسرهم كسير ويضربهم ضريب، واهم حاجة انه لازم يعدل البدلة بتاعته. ركز معايا، إيديتا بيقدر انه يحافظ على قوته وتفوقه على رجالة العصابة وبيكون خلاص قدر يخلص عليهم كلهم ويبقى اخر واحد. في الوقت ده بيظهر مساعد الدكتور ارجون وبيكون هيضرب إيديتا بطلقة، وبنشوف سارة بتحاول انها تاخد الطلقة بداله، وفجأة بتظهر تيدي عشان تقدر انها تتصدى للطلقة بصينية تقديم الشاي. بيقدروا يسيطروا على مساعد الدكتور ارجون بيخليه يكلم الدكتور ويعرفوا ان نظام التهريب بتاعهم باظ واتكشف خلاص من الانتربول، لكنه لقى فريق جديد وافق يشتغل معاهم وهو بالفعل اللي هرب شحنة الفنتالين للراجل بتاعهم. ارجون بيرفض في البداية لكنه بيوافق لما بيعرف ان الفريق عاوزين يقابلوه بنفسهم. بعدها إيديتا بيطلب من تيدي انها تفضل مع سارة وما تروحش معاه، وده لان المهمة خطيرة المرة دي وما فيهاش هزار. بينما الدكتور قدر يتأكد من هوية إيديتا وان هو بالفعل الطيار اللي توقف عن العمل. إيديتا بيروح لمكان الدكتور عشان يقابله، بيطلب منه 20 مليون مقابل عملية التهريب. في الوقت ده
رجالة العصابة بيكتشفوا هوية إيديتا الحقيقية عن طريق عمه، وبيبعتوا صورة على الواتس للدكتور عشان يعرف انه بيخدعه، ولكن العم بيظهر وبيدخل في معركة شرسة مع رجالة العصابة، بيضربهم واحد ورا الثاني وبيخلص عليهم، وللأسف الرسالة بتكون اتبعتت خلاص. والدكتور بيشوفها بيقول لي كابتن إيديتا تعرف حاجة؟ أنا موافق على الفلوس اللي انت طلبتها، وده لأنك مش هتاخدها وهخليك تسلم نمر حالا مالا فعلا. وبيكون القناص بتاعه موجه سلاحه لإيديتا وبيضربه بطلقة بالفعل. في الوقت ده بيظهر كل رجالة العصابة عشان يجوا يخلصوا على إيديتا اللي بيهرب من ضرب النار بتاعهم وبيستخبى ورا شجرة. بعد كده بيروح يستخبى في باب عربية وهم ما وقفوش ضرب نار لسه، وفي الآخر بيقف ورا صندوق العربية وهو حاسس ان نهايته خلاص قربت. بيكون على وشك انه يستسلم، ولكن هنا بتظهر عربية بتطير معظم رجالة العصابة، والمفاجأة انها بتكون تيدي الدبدوبة، وكمان بيكون معها سلاح تقيل وهتطلق النار على العصابة خلاص. والمفاجأة انها مش بتكون عارفة تستخدم السلاح ازاي والعصابة بتضحك عليها. بيكونوا خلاص على وشك يقربوا منها ويمسكوها، لكنها بتقدر تشغل السلاح التقيل وبتطلق عليهم النار. وفي مشهد ملحمية اكشن اكثر منه كوميدي، بتبقى مش عارف تعيط ولا تضحك عزيزي المشاهد الناري. بنشوف ان تيدي قدرت انها تنقذ إيديتا وتخلص على العصابة. بياخدوه بيروحوا البيت، وهناك بيجي له اتصال من أرجون اللي بيقول له شغل التلفزيون كده يا باشا. بيكون اسمه وصورته منشورين في الأخبار. بيعرفوا كمان انه مش هيقدر ينقذ الشخص اللي بيدور عليه مهما حصل، لانه خلاص على وشك انه يعمل عملية البلابي اللي هيعملها من غير مخدر الفنتالين اللي تسبب في ضياع منه. وطبعا التصرف ده استفز إيديتا وهيخليه يطلع الوحش اللي جواه هنا. بالفعل بياخد سارة وتيدي معاه في العربية، وحالته بتكون صعبة جدا. يوصلوا المكان قريب من المستشفى بتاعة الدكتور أرجون، وتيدي بتقول لإيديتا كفاية لحد كده، أنا مش عاوزاك تخاطر بحياتك تاني عشاني، وإيديتا الأخلاق والمكارم كلها مشتاقة لك. بيقول لها أنا شفت نظرة الحزن على وش أبوك وأمك وأقسمت إني لازم أساعدهم. في الوقت ده بيشوفوا عربية الإسعاف وبيعرفوا إنها أكيد هتوصلهم لمكان المستشفى، وبيلاقوا خطة ذكية إنهم يخدعوا العصابة ويدخلوا المستشفى عن طريق عربية الإسعاف. بيوصلوا وهناك بيطلقوا عليهم أنبوبة بتطلع غاز خطير عشان يأثر على العصابة، وكمان بيقطعوا الاتصال بينهم وبين بعض. دكتور أرجون بيخرج من العمليات عشان يشوف ايه. تهجم تيدي بسلاح الصدمات الكهربائية على العصابة، وده عشان ترد لهم اللي عملوا فيها قبل كده. بتقدر انها توقع الاولاني بجهاز الصدمات، والتاني بتوجه له الضربة الكهربائية، بينما التالت بتخليه يسلم نمر بكل سهولة. وديتا بدوره بيقدر انه ياخد ابن رجل العصابة، بيهددهم انه هيخلص عليه لو ما سابوهوش. بيجي رجل العصابة بيقول له الدكتور أرجون انا عاوز ابني بأي طريقة، وخطة ديتا هي انه يطلب منه يبدل بلافي بابن رجل العصابات. أرجون بيقول له انت فاكر نفسك تقدر تهددني؟ انا هخلص عليها حالا وانت معايا على التليفون. في الوقت ده بيظهر زعيم العصابة وهو حاطط المسدس في قفا الدكتور، وده عشان يوافق انه يبدل ابنه مع بلافي. وطبعا ده حصل لان زعيم العصابة بيحب ابنه جدا. عزيزي المشاهد الناري ركز معايا. تاني يوم بنشوفهم وهم بيبدلوا الاثنين مع بعض، ابن رجل العصابة وجسم بلافي اللي وشها متغطي وفقد القدرة على الحركة. بتم عملية الاستبدال، ولكن أرجون النجس بيكون عامل خطة مش تمام ومخلي قناص واقف بعيد عشان يخلص على إيديتا اللي بيكون عامل حساب المرة دي، وبيمسك أرجون يحط المسدس في وشه عشان يحمي نفسه من القناص. بياخدوا معهم الدكتور في الطيارة عشان يسلموه للحكومة الهندية، بينما تيدي واقفة عند جسم بلافي اللي فقد الحركة وبتبص عليها. واثناء ما إيديتا وعلي بيسوق الطيارة بيكتشفوا ان في نشاط غريب في آخر الطيارة، وبيكونوا رجالة العصابة اللي جايين عشان ينقذوا الدكتور أرجون. إيديتا بيقدر انه يتصدى ليهم واحد ورا التاني، بينجح انه يخلص على عدد كويس جدا منهم. بلسوء حظهم ان علي بيتصاب، فأرجون بيطلب من سارة انها تساعد علي في سواقة الطيارة. بيرجع لرجالة العصابة تاني، بنشوفه بيحطم العظام ويجعل الايادي مكسورة، ولكن المرة دي الامور مش بتمشي زي ما إيديتا بيتمنى، لان الدكتور بيظهر وهو متحرر وبيوجه السلاح لبلافي، بينما رجالته بيقدروا انهم يتكاتروا على إيديتا وبيكونوا محاوطينه من كل حتة، وكل واحد منهم يوجه له ضربة مختلفة لحد ما بيفقد كل قوته وبيقع على الارض. أرجون عشان يحرق دمه اكتر بياخد جسم بلافي وبيفتح باب الطيارة، بيكون عاوز يرميها، بيشيل الجهاز من على وشها وبيقول له بص لوشها كويس وودعها، انت حتى ما تعرفهاش عشان تعمل كل ده عشانها. وإيديتا لما بيشوف وشها بيجري من مكانه بأقصى سرعة عنده، بيضرب الدكتور وبيمسك بلافي بنجاحة، بينقذها وبيربطها بحبل، وبينسى المعركة اللي بياخدها وان الموضوع حياة او موت. بيفتكر الذكريات واللي فات وبيبدأ يجمع ان تيدي تبقى هي البنت اللي هو معجب بيها. بيغضب جدا وبيطلع الوحش اللي جواه، بينزل في العصابة ضربه وبيطير واحد منهم بره الطيارة، التاني بيواجه له سكينا وبيكون عاوز يخلص عليه، فبيجي الدكتور يساعده وبينجح انه يتغلب على إيديتا. ولكن هل تفتكر ان عزيمة إيديتا هتتكسر عزيزي المشاهد؟ بالعكس، إيديتا بيقف تاني بيواجه الدكتور وبيديله من المنقى خيار وكوسة ملوخية خضراء وبسلة وكل حاجة، بيقدر انه يتغلب عليه في النهاية. لسه يرتاح، ولكن العربة اللي نايمة عليها بلافي بتتفك وبتكون هتقع من الطيارة، وإيديتا الشجاع بيقدر انه يجري بسرعة ويلحقها وبيفضل متمسك بيها. في الوقت ده الدكتور أرجون بيمسك السلاح وبيشد الأجزاء عشان يضرب إيديتا
بالنار. وهنا تيدي بتيجي تنط بسرعه قدامه عشان تاخد هي الضربه بدل ايديتا اللي بيقدر انه يمسكها ويلحقها قبل ما تقع، لكنها بتقول له عمرك ما تقدر تنقذنا احنا الاثنين يا ايديتا، سيبني عشان تنقذ بلافي انا مجرد دبدوب. طبعا الدكتور بيغمى عليه خلاص لان ما بقاش عنده قوه، بينما ايديتا بيسيب تيدي عشان تقع في الميه. بيفضل ماسك بلافي وبيفتكر كلام الراهب اللي قاله ان الروح بمجرد ما ترجع للجسم هتنسى كل الذكريات اللي عملتها وهي تيدي. والمفاجاه بقى ان بلافي بتفوق وبترجع لوعيها، تبتسم لإيديتا وبتقول له ما فيش حاجه حصلت من اللي قالوها الرهبان، انا فاكره كل اللي حصل وانا في جسم الدبدوب تيدي، انا مبسوطه ان انا بقيت معاك اخيرا خلاص، ولكن جاوبني هل لو حصلت لي حاجه كنت هتبقى مع ساره دلوقتي؟ بدور بيقول لها انا بحبك يا بلافي، وهي بتقول له وانا كمان، ودي بتكون نهايه الفيلم. يا سلام. اما قصه عبره بصحيحه. الحياه دايما بتجيب لنا تحديات وصعوبات، اوقات بنحس ان الدنيا بتقف ضدنا وان الشر حواليك من كل ناحيه، في اللحظات دي بيكون سهل انك تحس بالياس وتفقد الامل، لكن الحقيقه الامل دايما موجود، ومهما كانت قوه الشر اللي بنواجهه لازم نتعلم ازاي نتمسك بالصبر ونواجهه بكل شجاعه. الشر بيبقى زي الرياح اللي بتيجي تطير ورق الشجر، لكن الشجر اللي متجذر في الارض ومسك باصلها مهما هبت الرياح عليه بيقف ثابت وما بيتهزش. الشر ممكن يبقى في صوره ظروف صعبه او ناس بتقصد تاذيك او حتى في صراع داخلي مع نفسك، والمواقف دي هي اللي بتختبر صبرك وشجاعتك. ممكن تبقى لوحدك في الموقف ده وتحس انك محاصر، لكن هنا بيظهر دور الصحاب الاوفياء اللي دايما بيبقوا جنبك وقت الشده زي ما حصل بالظبط مع ديتا. الصحاب الحقيقيين هم اللي بيقفوا معاك، يمسكوا ايدك لما تقع ويدعموك بالكلمه الطيبه والدعوه الصادقه. الصبر في الاوقات الصعبه بيبقى زي الجسر اللي بيوصلك من مكان مليان ظلام لمكان كله نور. لما تتمسك بالصبر بتقدر تشوف الامور بشكل اوضح وتفكر بعقلانيه. الصبر مش معناه انك تستسلم او تقبل بالظلم، بالعكس هو القوه اللي بتخليك تقدر تتحمل لحد ما تيجي اللحظه اللي تقدر فيها تواجه الشر وتنتصر عليه. الشر مهما كانت قوته ما يقدرش يكسر الاراده القويه والعزيمه اللي جايه من الايمان بربنا والايمان بنفسك والايمان ان الخير دايما بينتصر في النهايه. لما يكون عندك الايمان ده هتلاقي نفسك قادر تواجه اي حاجه. الشر بيمثل الظلام، لكن زي ما بيقولوا الظلام ما يقدرش يصمد قدام نور الشمعه، ونورك هو ايمانك وصبرك. الشجاعه كمان عامل مهم جدا في المعركه دي. الشجاعه مش بس انك تواجه الشر، لكن كمان في انك تعرف تقول لا لما تشوف حاجه غلط، وانك تحافظ على قيمك ومبادئك مهما كانت المغريات حواليك. الشجاعه انك تاخد القرار الصعب حتى لو كنت خايف من النتيجه. ومع الصبر والايمان الشجاعه بتديك القوه انك تكمل الطريق لحد ما توصل لهدفك. ما تنساش ان الاصحاب الاوفياء دايما بيبقوا سند ليك في الاوقات الصعبه. ممكن في لحظه ضعف تحس انك مش قادر تكمل لوحدك، وهنا بيجي دور الصحاب اللي بيقفوا معاك يشجعوك ويذكروك بقدرتك على التغلب على الشر. الصحاب الحقيقيين بيبقوا دايما جنبك سواء في الفرح او الحزن، ومش بيسيبوك لوحدك في مواجهه الشر، بالعكس بيشاركوك في المعركه وبيكونوا دايما جنبك وبيدعموك بكل قوه. لكن لازم تكون فاهم ان المعركه دي مش سهله وكمان مش سريعه، ممكن تاخد وقت طويل وتحتاج منك صبر كبير، لكن مع الوقت هتكتشف ان كل لحظه صبر وكل لحظه شجاعه كانت تستاهل. الشر مهما كان قوي بيجي عليه وقت وينكسر قدام الاراده الصلبه، ومهما كان الطريق طويل وصعب النهايه دايما بتكون في صالح اللي عنده ايمان وصبر وشجاعه. حاول دايما تحافظ على طاقتك الايجابيه وما تخليش الشر يسيطر على افكارك. افتكر دايما انك مش لوحدك وان ربنا معاك واصحابك جنبك. افتكر انك اقوى من اي شر ممكن تواجهه وان النور دايما بينتصر في النهايه. الشر زي السحابه السوداء اللي بتغطي السماء، لكن مهما كانت السحابه كبيره الشمس في الاخر بتطلع وتنور الدنيا كلها. الصبر والايمان والشجاعه هم الشمس اللي بتنور حياتك وتخليك تتغلب على اي ظلام. خليك دايما مؤمن ان الخير بينتصر وان الشر مهما طال وقته نهايته هتيجي. وفي النهايه افتكر ان الحياه معركه كبيره، واللي بيصبر ويؤمن بنفسه وبيكون عنده شجاعه انه يواجه الشر مهما كانت قوته دايما بينتصر. الشر ممكن يبقى قوي لكن الايمان والصبر والشجاعه اقوى بكتير. خليك دايما واثق في نفسك وما تفقدش الامل، وصدق انك تقدر تواجه اي حاجه مهما كانت. ومع الصحاب الاوفياء جنبك هتقدر تتغلب على الشر وتوصل للنصر اللي تستحقه. ولحد هنا يكون ملخصنا انتهى، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبه كلام زي الفل. الفيلم ده من تلخيصي الشخصي ومونتاجي وتسجيلي عزيزي المشاهد. انا معكم اخوكم المعلق الناري من قناتكم ملخصات بتعليق ناري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.